تخيل حضرتك لما تبقى مش بس مهندس معماري محترم، لا ده انت واحد من رواد العمارة الحديثة حول العالم، وتقف قدام مبنى أثري تاريخي فتنبهر وتقول ده أجمل مبنى في العالم. معقول الكلام ده؟ أهو ده اللي حصل مع المعماري الأمريكي فرانك لويد رايت لما زار القاهرة سنة 1957 وشاف لأول مرة مسجد السلطان حسن. بغض النظر عن إن إذا كانت الرواية دي صحيحة ولا لأ، في بعض المصادر بتأكدها وبعضها بتنفيها، لكن الشيء المؤكد والذي لا خلاف عليه هو انبهار العالم كله بعمارة المسجد ده. ويكفي إن المقريزي قال عنه: ليس في مصر ولا البلاد الإسلامية بمثال هذا البناء، لقد جمع من الزخارف الإسلامية والهندسة ما تحتار فيه العقول وتنبهر به الأبصار. وغيره من عشرات المؤرخين والمعماريين والمستشرقين انبهروا بهذا البناء. طب ليه؟ وهل فعلا مسجد السلطان حسن يستحق كل هذا الكلام؟ ما تيجوا سوا نجاوب على السؤال ده ونشوف ايه حكاية مبنى مسجد السلطان حسن في القاهرة. صلى على النبي. علشان نقدر نجاوب على سؤال هل يستحق مسجد السلطان حسن كل ما يقال عنه، لازم نرجع بالتاريخ لسنة 1356 ونسأل نفسنا الأول: مين هو السلطان حسن؟ السلطان حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون، حاكم من حكام الدولة المملوكية في القرن ال14، وتولى الحكم وهو عنده 13 سنة. تخيل طفل بيحكم دولة مليانة أمراء وجيوش وصراعات. تم عزله بعد 4 سنين فقط، ثم رجع وهو عنده 20 سنة وبدأ يثبت نفسه كحاكم حقيقي. شاب طموح عايز يخلد اسمه بحاجة مختلفة، فأمر شاد عمارته، وده اللقب اللي كان بيطلق مجازا على المهندس المعماري المحترم وقتها. والاسم جاي من الشخص المختص بتشييد العمارة، واللي كان اسمه محمد ابن بيلك المحسني، المعماري اللي كان مجهول وعرف بالصدفة سنة 1944 لما تم اكتشاف اسمه على نقش حجري بالمسجد إلى جانب اسم السلطان حسن، وتم تعريفه بأنه شاد عمارة السلطان حسن. سبحان الله، له من اسمه نصيب، اسمه محمد بن بيلك وفعلا عرفناه بيلك كده يعني. المهم ان السلطان الشاب امر شاد عمارته محمد بن بيلك المحسني ببناء مشروع ضخم. المشروع ده كان عبارة عن ايه؟ خد عندك يا سيدي: مسجد ومستشفى ومدرسة لتحفيظ القرآن ودار لرعاية الأيتام وجامعة لتدريس علوم الدين وفندق لسكن الطلاب ومدفن للسلطان حسن وعائلته. ده غير كمية غرف خدمية طبعا عشان تخدم على المشروع ده. مشروع ضخم بدأ سنة 1356 وانتهى في 7 سنين بس، اللي هو يعتبر وقت قياسي لمشروع بالعظمة والضخامة دي، وفي عصر مليء بالصراعات السياسية وتأثيراتها الاقتصادية، إلى جانب الوباء كمان اللي ضرب البلاد في الفترة دي. المؤرخين قالوا إن السلطان الشاب كان بيصرف ببذخ رهيب على العمارة، حتى إن الناس وقتها سموه السلطان الباني. طب إيه الكونسبت اللي ورا المبنى؟ وده المهم في موضوعنا. قبل لما نتكلم عن الكونسبت أو الفلسفة المعمارية للمبنى، تعالوا الأول نشوف البلان أو المسقط الأفقي. المساحة الإجمالية للمسجد تبلغ حوالي 7906 متر مربع، يعني حوالي 2 فدان إلا شوية. طوله بيصل إلى 150 متر وعرضه 68 متر. بنبدأ من مدخل المسجد المنكسر، ودي إحدى سمات العمارة الإسلامية اللي كانت موجودة حتى في البيوت وقتها. على الجنبين المدخل بنلاقي مكسلتين، والكلمة جاية من الكسل، ودي كانت جلسات معمولة يعني بلت ان للشحاتين والمحتاجين علشان ما يسدوش المدخل قدام المصلين. بعد كده بندخل على الدركاه أو صالة المدخل اللي مفتوح عليها 3 إيوانات، أحدهما بيؤدي إلى الدهليز
الممر المنكسر اللي بيؤدي إلى صحن المسجد، وعلى جوانب الصحن المسجد هنلاقي مدارس تدريس المذاهب الأربعة: المدرسة الحنبلية والمدرسة الحنفية والمدرسة الملكية ثم المدرسة الشافعية. ولكل مدرسة إيوان كان بيجلس فيه الشيخ وحواليه المعيدين والطلاب، بيلقي عليهم الدرس، وبعدين كل معيد ياخد مجموعة من الطلبة ويدخلوا الفصول في المدرسة، ويبدأ المعيد يعيد عليهم كلام الشيخ، ومن هنا جت التسمية. وحسب اللي شايفينه فالمماليك كانوا بيتبعوا المذهب الحنفي، فهنلاقي إيوان القبلة أو الإيوان الرئيسي هو إيوان المدرسة الحنفية، وعلشان كده هنلاقي المدرسة الحنفية هي الوحيدة اللي ليها مدخل مباشر على إيوان القبلة. وبالتالي الإيوان الغربي اللي بين المدرستين الحنفية والحنبلية يبقى خاص بالمدرسة الحنبلية، ثم الإيوان الشمالي يبقى خاص بالمدرسة المالكية، والإيوان الشرقي خاص بالمدرسة الشافعية. وهنلاقي في كل مدرسة من دول سلالم بتؤدي إلى الطوابق العليا للمبنى، واللي عبارة عن طوابق فندقية وغرف لسكن الطلاب مفصولين عن بعض. وبالرجوع للمنطقة عند المدخل هنلاقي في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للأيتام، ودورات المياه الرئيسية، وأماكن الوضوء، وبعدين البيرامستان اللي هي المستشفى يعني، وعين السلطان. 3 أطباء أحدهم باطني والآخر للعيون بيحضر كل منهم كل يوم بالمسجد ليداوي من يحتاج إلى علاج من الموظفين والطلبة، والثالث كان جراح. وأخيرا وخلف إيوان القبلة هنجد المدفن أو القبر اللي كان مخصص للسلطان حسن وعائلته، حيث إن المدفن تحت الأرض مقسم لمكان للرجال ومكان للنساء، فهو من الأساس مش مكان معمول كمقام لدفن السلطان فقط، لا، هو مكان مخصص كمدفن للعائلة بأكملها. وبعدين هنشوف موقع المآذن اللي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. وأسفل المدخل الرئيسي هنلاقي مدخل إلى طابق سرداب مكون من غرف للعاملين بالمسجد، ومخازن للحبوب، ومطبخ لإعداد الطعام للدارسين. ويقال إنه كان في دكاكين أسفل المدخل، ولكنها أزيلت في عهد سليم أغا سنة 1785 ميلادية. طيب، نرجع بقى للكونسبت العام اللي ورا المبنى. المبنى بشكل بسيط بيمثل خط سير الإنسان من لحظة ولادته وخروجه من الرحم الضيق، متمثلا في الدهليز الضيق إلى فسحة الحياة الدنيا، متمثلة في الصحن الواسع، ثم سعيه للتعلم في الحياة، وده اللي بيمثله المدارس الأربعة، وبعدين هدايته ومعرفته إن النجاة في العودة إلى ربه، ثم وفاته من ودفنه. أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. تعالوا نشوف السمات البصرية لمسجد السلطان حسن. من البداية كده، المدخل العظيم للمسجد تم تصميمه بطريقة تخليك من أول لحظة دخولك تحس بعظمة وهيبة، وكان بارتفاع 38.5 متر، يعني تقريبا بارتفاع عمارة 12 دور، وعرض حوالي 8 متر، وسمك الجدار 3.5 متر. وكان في وقتها يعتبر أكبر وأضخم مدخل لمبنى ديني في العالم، وفضل كده لمدة 200 سنة لحد لما اتبنى جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق في اسطنبول سنة 1616 ميلادية. على يمين المدخل هنلاقي عمود منحوت عليه قبة الصخرة والمسجد الحرام، في إشارة لسيطرة السلطان على مصر والشام والحجاز. المهندس العبقري اللي صمم المدخل ما فكرش فيه على إنه مجرد باب، لأ، ده مقدمة مقدسة، انتقال من عالم الدنيا لعالم الروح. علشان كده خلى الممر الداخلي أو الدهليز فيما بعد طويل، وكأنه بيطهرك نفسيا قبل ما تدخل تشوف عظمة الإيوان الكبير. المؤرخ المقريزي بيقول عن المدخل ده: لم يرى مثله ارتفاعا وعظمة. وفعلا لما تبص عليه النهاردة هتحس إن كل حجر فيه بيحكي عن طموح ملوش حدود، طموح سلطان شاب قرر يسيب أثر لا يموت. باب المدخل الأصلي كان تحفة من النحاس، ارتفاعه حوالي 8 متر،
وعرضه 3 متر تقريبا. نقلوا المؤيد شيخ إلى مسجده، وأمر بعمل باب آخر لمسجد السلطان حسن وهو اللي موجود حاليا. ثم ندخل من المدخل الرئيسي على الدركا، وهي كلمة فارسية من شقين، در بمعنى باب وكا بمعنى مكان، واللي اتعربت إلى درقاعة وهي صالة التوزيع عند مدخل المبنى. مفتوح عليها 3 إيوانات، وإيوان برضو كلمة فارسية بمعنى فراغ أو قاعة مستطيلة مغلقة من 3 جوانب ومفتوحة من جانب. ثم ندخل على الدهليز، ودي برضو كلمة فارسية معناها الممر، واللي بيؤدي بدوره إلى الصحن، وده برضو لا، دي كلمة عربية عادي معناها الساحة الداخلية أو الفناء المحاط بالبناء. وصحن المسجد بيتوسطه نافورة لتلطيف الجو، وما كانتش أساسا للوضوء. عرض صحن المسجد حوالي 32 متر، وطوله حوالي 36 متر. ومن الصحن بنقدر نشوف أبواب المدارس الأربعة، وفوق كل باب حجر منحوت عليه اسم المدرسة دي، والمدرسة دي مختصة بأي مذهب من المذاهب الأربعة. ومن الصحن بندخل على إيوان القبلة، وهو أهم إيوان من الإيوانات الأربعة اللي مفتوحين على الصحن. عرض إيوان القبلة بيبلغ حوالي 21 متر، وعمقه حوالي 32.5 متر، مما يجعله من أعمق الإيوانات في العمارة الإسلامية. ارتفاع الإيوان بيبلغ حوالي 37.7 متر، وبيغطيه قبو مدبب ضخم جدا بيطل على الصحن من خلال عقد يعد الأكبر من نوعه في مصر. وقال أحد المؤرخين إن إيوان القبلة في مسجد السلطان حسن يفوق إيوان كسرى بحوالي 5 أذرع. جدران الإيوان مكسوة بالرخام والأحجار الملونة، ومزينة بزخارف من الجبس نادرة جدا، وبتحتوي على آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي. كما يحتوي الإيوان على محراب مزخرف بزخارف رخامية متعددة الألوان وكتابات مذهبة، وبيعد من أجمل المحاريب في مصر. يحتوي الإيوان على منبر من الحجر والرخام الأبيض بيقع على يمين المحراب، بالإضافة إلى دكة المبلغ اللي مصنوعة من الرخام والمرفوعة على 8 أعمدة، ودي اللي كان بيصلي عليها المبلغ اللي بيسمع التكبير من الإمام أثناء الصلاة وبيبلغ المصلين اللي في الصفوف الخلفية. من إيوان القبلة بندخل على المدفن أو ضريح السلطان حسن اللي ما اتدفنش فيه في النهاية. وأجمل ما فيه طبعا غير الزخارف القبة اللي بتمثل ذروة الإبداع في تصميم القباب الحجرية في القاهرة الإسلامية. والقبة بتعتبر مركز رمزي للمسجد، وتم تصميمها علشان تكون محور التوازن بين الكتلة الرئيسية الضخمة للمبنى والفضاء الداخلي الواسع. القطر الداخلي للقبة حوالي 21.6 متر، والارتفاع الداخلي من الأرض حتى القمة بيقارب 48 متر. أما ارتفاع القبة من الخارج من سطح الأرض حوالي 68 متر تقريبا. السمك التقريبي للجدران اللي شايلة القبة من 2.5 إلى 3 أمتار، وده اللي يعرفنا ليه الواجهة المقابلة للقلعة اللي هي واجهة المدفن، الواجهة الشرقية الجنوبية، ما تأثرتش لما جنود نابليون في الحملة الفرنسية ضربوها بالمدافع من أعلى القلعة. وتعتبر القبة دي واحدة من أكبر القباب الحجرية في العالم الإسلامي في القرن ال14، بل إنها كانت أعلى قبة في القاهرة وقت بنائها سنة 1363 ميلادية. المقريزي قال في وصف القبة بأنها لم يبنى في الإسلام مثلها ولا عرف من قبلها هيبة مثل هيبتها. وبنلاحظ داخل الضريح التحفة المعمارية الجميلة دي، كرسي المقرئ، وكان فيه 60 مقرئ بيقرأوا القرآن 24 ساعة على شفتات، بحيث أن القرآن يظل يقرأ داخل المدفن باستمرار وعلى الدوام. السلطان حسن كان ناوي يبني 4 مآذن للجامع، 2 يمين ويسار المدخل، و2 جنب قبة الضريح علشان تبقى علامات مميزة. لكن بعد ما اتبنت 3 مآذن وقعت واحدة على العمال، فاكتفى بالمأذنتين اللي على جانبي قبة الضريح، واللي أظن أنا وكل اللي هيشوف الواجهة دي
إن المئذنتين دول كانوا متماثلتين، لأن الواجهة نفسها فيها سيمترية، وكانوا بطول 81 متر، ولكن واحدة منهم وقعت وأعيد بنائها بشكل أصغر. في مصادر بتقول إن هي أعيد بنائها في عهد السلطان قايتباي، وفي مصادر أخرى بتقول إن هي أعيد بنائها على يد إبراهيم باشا ابن محمد علي. أما بالنسبة للواجهة الجانبية أو الرابطة ما بين واجهة المدفن الخارجي اللي عليه القبة وواجهة المدخل، فأحب أقول لك على ملحوظة. بص يا سيدي، العجيب إن أنت وأنت واقف قدام الواجهة الجانبية دي لازم تسأل نفسك سؤال: هو إيه سر الهيبة دي؟ الغريب بقى إن نفس الإحساس ده كان موجود من آلاف السنين في معبد زوسر عند هرم سقارة. الاتنين واجهتهم عالية وضخمة وبتدي رهبة، وكأنها جدار صامت بيكلمك من غير ما ينطق. لو ركزت هتلاقي في شبه كبير في فكرة الخطوط العمودية. عند زوسر كانت التجاويف الرأسية اللي داخلة وطالعة بتعمل إيقاع بصري بيوحي بالقوة. نفس الحكاية عند السلطان حسن، بس بدل التجاويف المعماري استبدلها بالشبابيك الطوال المعقودة اللي متكررة على الواجهة وبتدي نفس الإحساس بالسمو والعلو. معبد زوسر كان بيجسد فكرة الخلود والديمومة، أما جامع السلطان حسن فكان بيجسد قوة السلطان وشرعيته الدينية والسياسية. وكأن العمارة في مصر مهما اختلف الزمن والدين فضلت محتفظة بنفس اللغة، لغة العظمة والرهبة. سنة 1364 قتل السلطان حسن، ولم يعثر على جثته مع الأسف، ولم يدفن في مسجد، لكن اسمه ظل يذكر على مر الزمان رغم أنه مات وعمره لا يزيد عن 26 سنة، لكنه ارتبط بتحفة معمارية. الراجل ده قابلته أزمة اقتصادية أثناء بناء المسجد اللي اتكلف كتير جدا وقتها، وساعتها قال: لقد غرني أمر هذا البناء، فلو عدت لما بدأت به. كما ذكر ابن إياس إن السلطان حسن قال في لحظة تأمل: إن هذا البناء سيبقى بعدي شاهدا على عظمة الإسلام وملوكه، ولو لم يكتب لي البقاء فليبقى هو. العجيب إن اللي أنقذ بناء المسجد هو الوباء اللي ضرب مصر وقتها ووفاة عائلات بأكملها، وبالتالي انتقال أموالهم بالكامل إلى خزينة الدولة. وكانت نظرة السلطان حسن إنه يستخدم هذه الأموال في استكمال المسجد والمدرسة كصدقة جارية على أرواح اللي ماتوا. رحم الله السلطان حسن ابن محمد ابن قلاوون، وشاد عمارته محمد ابن بيلك المحسني. مع الأسف يا عزيزي المحترم أنا اضطريت أختصر كتير جدا علشان الحلقة ما تبقاش أطول من كده، لكن أظن ممكن دلوقتي نجاوب على سؤال أول الحلقة: هل فعلا مسجد السلطان حسن يستحق كل الكلام اللي بيقال عليه؟ وهل فعلا هو مبهر لهذه الدرجة؟ جاوب انت يا عزيزي في التعليقات، وقول لي رأيك في المبنى ده ايه، وقول لي كمان مقترحاتك كمباني عايزني احكي لك حكايتها. واذا شايف ان القناة دي بتقدم محتوى ثقافي وفني ممكن يرقى بالمجتمع فاعمل اشتراك واعمل اعجاب وانشر الحلقة كمان. واخيرا احب اشكر الشخص اللي كان ليه الفضل بعد ربنا في ظهور الحلقة دي، وهو الأخ والصديق والزميل والإنسان والفنان المهندس طارق الشافعي، اللي نزل بنفسه وأمدني بالمادة الفيلمية اللي ظهرت بالكامل لهذه الحلقة. شكرا، سلام.